وما كانش معاهم لا سيوف ولا حراب ولا خناجر. يا استاذ ايه اللي انتوا بتقولوه دون؟ يعني جيش لا المسلمين لا دخل بسيوف، وانت دلوقتي بتقول لي ما حرقوش؟ دخل لا لا، يحارب، العرب ما دخل حرقوش يحارب فترة المحتل مش اسكندرية. يحارب المصريين. بايه يا دخل فندم؟ يحارب دخل المحتل يحارب مش يحارب بايه؟ المصريين. دخل لا يحارب يحارب العرب، بايه؟ المحتل لا العرب يحارب بأدوات دخلوا الحرب دخلوا طبعا، ولا وحصروا يحارب حصن بإيه؟ بابليون، ودخلوا فتح اسكندرية وطلبوا المدد أكتر من مرة، وانتصروا على الرومان، وكانوا محتلين الجزء الشمالي من مصر بس. عشان كده معظم الرهبان والكهنة هربوا للجنوب في المعابد، زي ما احنا شايفين في معبد الأقصر، وفي المعابد كانت حصنوا فيها وفضلوا محتفظين بالديانة بتاعتهم المسيحية. وما كانوش بيدفعوا جزية؟ لا كانوا هربانين في الجنوب، اه، ما كانوش في بيدفعوا الصعيد، جزية، وما الصعيد كانوا قال هربانين. يا وتفتكر لما اما تخش المعابد المصريه تظهر القديمه اسلامك، تلاقي يا اما الصلبان مرسوم تتقتل، يا اما عليها، تدفع وقدس جزية. الاقداس والكلام ده كله. يعني الجيش ما خدش جزية؟ كلام على الباشا كساتبه رايد، الله يخليك. لا الجيش خد جزيه طبعا، دي كانت العرف اللي كان سائد يميها، مقابل الحمايه والامن، وان انت ما تخدمش في ايوه. الجنديه. ودي شريعه بالظبط. من شرائع يعني الاسلام. يعني انا اجي اقعد عند حضرتك في البيت ومعايا سلاح آلي واقول لك اديني فلوس كل شهر عشان اعمل لك حماية وامن؟ لا هو القياس هنا، مش هو اللي ماسك القياس البلد، هنا يا هو اللي دكتور بعد بيحمي، اذن حضرتك وانا مش مظبوط. وانا مش مشترك في يعني هم الموضوع. الفرس لما دخلوا مصر مش كانوا بيتفرضوا على المصريين ضرايب؟ الله ينور الرومان مش عليك، كانوا يبقى بيفرضوا على المصريين احتلال. ضرايب؟ الفرس احتلال، البيزنطيين لا احتلال، يا ريس، العرب لا يا ريس، المسلمين طب ما اللي كان احتلال. دخل الاسلام، اللي كان دخل الاسلام ما كانش بيدفع حاجه، زيه زي المسلم بالظبط. انت بتدفع مقابل ان انت عايش في بلد اسلامي، وليك واجب الحمايه والامن، ده مقابل الحمايه والامن بس، يعني زي في الضرايب مفكر دلوقتي. قبطي، في مفكر قبطي قال لهم الأقباط دلوقتي هم الأغنياء، لأن المسيحيين الفقراء عشان ما يدفعش ومعهوش فلوس كان بيظهر إسلامه. لا احنا ما نعرفش الكلام ده والله العظيم، يعني اول مره نسمع الكلام ده. في تاريخ كتير بنحكي دكتور تامر عنه. بعد اذن حضرتك، احنا عايزين يعني لما نبقى نتكلم مع بعض نتكلم حاجه تتعلق بعلم المصريات، ايه راي سعادتك؟ اه مع الهوية المصرية. عايزين نستفيد من علم حضرتك كده في اللغه وفي التاريخ وفي الديانه، ماشي، وفي الادب وفي العماره وفي الفن، ونبعد عن مواضيع الشائكه ديت اللي هي كل واحد فينا مقتنع بشيء مش مستعد ان هو يغيره يعني. تمام. حضرتك متابع الفيديوهات اللي انا بعملها على التيك توك؟ انت حضرتك بقى الدكتوراه بتاعت حضرتك في ايه؟ الايجيبتولوجي، جامعة ميتشيغان. ايوه ايوه، التخصص بتاع حضرتك لغه، ديانه، فن، ادب. وموضوع الرساله بتاع حضرتك كانت في ايه؟ المعمار. المعمار، طيب كويس، جميل جميل جميل. يعني اللغه ان شاء الله عندك كويسه وتمام؟ انه لغة؟ اللغه المصريه القديمه. اللي هي انه فيهم؟ تقصد الحروف ولا تقصد الهيروغليفية هي ولا لغه واحده بس. الديمقراطية؟ انه لغة فيهم؟ انا بقول لحضرتك اللغه المصريه القديمه، وليس خطوط الكتابه المصريه القديمه. اه هي لغه واحده ولكن كانت بتكتب بخطوط مختلفه. ما هي كل واحدة منهم كانت بتستخدم لغرض معين. يعني في الهيروغليفي للاتجاه الديني، الديموطيقي للكتابة اللي هي تعتبر دواوين حكومة. انت تقصد انه فيهم؟ الو؟ هو الشبكة عنده مش حلوة، الشبكة عنده مش كويسة. تمام. آه، بس الأستاذ حسام من الناس القارئين الجيدين جدا جدا للغة المصرية القديمة، جدا يعني ممتاز. الشاب قوي جدا يعني. اه ما هي حتى اللغة دي متقسمة لأجزاء.
في حاجات خاصة بالحكومة وحاجات خاصة بالدين. حضرتك فاهمني؟ ما هو معنى الهيروغليفي معناه الخط المقدس، فهو خط اللي كان بيتكتب بيه على المعابد و فده المحور آه، بتاعه ديني. هو محور ديني كامل، طبعا. الخطوط انواع عشان خاطر استخداماتها، يعني هي الخطوط انواع طبقا للاستخدامات بتاعتها. بالظبط. طيب يا دكتور ابو حميد، استاذنكم بس عشان في ناس قعدوا معايا مش عارف اكمل. شرفت بيك يا دكتور سامر، ولينا لقاء ان شاء الله تاني. إن شاء الله. نتكلم بقى في اللغه المصريه القديمه كده، وتقرا لنا شويه نصوص كده، ويعني وتدينا من علمك الغزير ان شاء الله في اللغه. لا، ده احنا كل الفيديوهات بنتكلم فيها عن الموضوع ده. احنا بنحاول نقربها كمان للأطفال، بنعملها طيب يا بشكل فرصه سعيده جدا، الحدوتة. السلام عليكم. عليه السلام. مع السلامه، عليكم السلام. انت هو عندك الاستاذ حسام ولد؟ انا عرفته عن طريق الاثريين الكبار على فكره، لان هو انا كنت بسال في حاجات كتير في اللغه، فلما كانت حاجه مثلا اسالهم عليها يقولوا لي لا ارجع بقى للاستاذ حسام. يعني انا عرفته عن طريق الاثريين الكبار. اه. ليه؟ لان هو قارئ جيد لا. جدا جدا. وما شاء الله عليه، يعني عنده الملكه دي غير عاديه، رائعه. تمام. ما انت عندك ابن او بنت يا مستر عبد الحميد؟ اه. اسمه ايه؟ حسام. حسام نافر. حسام الجميل يعني ولا ايه؟ برافو عليك. ايوه، انا بحكي الحدوتة كده علشان توصلك حاجة بسيطة، ولما اكرر اكتر من كلمة تبقى بالنسبة لحسام يعني هيرجع النهار، عارف، بكرة الصبح هيقول لمامته ايه؟ انا اسمي الملك حسام نافر، حسام الجميل. اه. لو هو عندك دي هو بنت دي طريقه كويسه لتعليم اللغه، دي طريقه كويسه لتعليم اللغه. يبقى انت كده فهمت انا قصد ايه. انما لو قلت لك هعلمك لغة دينية، عقلك هيروح لأكتر من حاجة. لو دخلتها لك في وسط الحدوتة هتعلق معاك، وخصوصا لما اديها صيغة شخصية لحسام. تمام. فدي الطريقة او النهج اللي احنا شغالين بيه علشان يقرأ معايا اي خرطوشة. ولما نيجي نقول كلمة الإله، نقول له كان في اعتقاد سائد في الفترة دي، كانوا بيعتقدوا إن الملك هو الإله. بس احنا عندنا ترجمه للنترو. ما بتقولش ان هو اله. أنا بتكلم على الملك اللي كان بياخد الصيغة دي. ما هو الصيغه ديت، ما هو المسمى نفسه فيه شيء من الخطأ، ان الملك اله او نصف اله. احنا المسمى ده خطأ من عندنا احنا شخصيا، احنا اطلقنا المصطلح ده بناء على ترجمة نترو او نتر، والنتر مش معناها اله. نترو يعني قدرات الخالق، قدرات الخالق، مش اله. قدرة من القدرات او طاقة من الطاقات مختصة بشيء معين. تمام. زي احنا عندنا. يعني بيحاول يشوف الميزة اللي عند الإله ده، وإن كما كان بيعتقد أو القدرة بتاعته، ويبتدي يتعبد ليها، إما يعني عشان احنا يشيل ممكن. عنه الضرر أو يكتسب المزايا بتاعته. تمام كده، بس يعني هو برضو لان الجزئيه دي مهمه جدا ان احنا نوضحها للناس، ان نترو مش او نتر مش معناها اله، عشان برضو ما نخشش في حته التعدد بالشكل الفلسفي والشكل الديني اللي الناس فاهماه دلوقتي. ما هو دي مشكلة إحنا بنعاني منها، بس أكبر ايوه. مشكلة قدامنا إن